السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ اخيرا وبعد تجربه مطوله مع الموتو جي 75 دي نتيجه المميزات والعيوب. على فكره انا حاطط خط في الموبايل ده وبستخدمه كموبايل ثانوي عشان اديك التجربه المميزه اللي هتقول لك الموبايل ده فيه ايه وعليه ايه. اول حاجه احب ابدا لك بيها كده بسم الله الرحمن الرحيم ان الموتو جي 75 هو افضل صفقه مثاليه في فئه ال 12000 جنيه للاسباب اللي هقولها لك دلوقتي، وحتى العيوب والتضحيات وكل حاجه سالتوني عليها مجاوبك عليها في الفيديو ده كلها بالتفصيل. ولكن مبدئيا ارزعنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله تتابع مني كل جديد. طبعا اللي جاي في 2025 ان شاء الله يبقى غير. وعملت فيديو انبوكسنج كده شاركت معاك تفاصيل العلبه فيها ايه وبتاع والكلام ده كله على المنصات دي. ودلوقتي خلونا نبدا. اول حاجه لو رحنا على التصميم هتلاقي الموبايل بصراحه في منتهى الفخامه، خاصة اللون الاسود اللي معايا ده فخامة. أكتر حاجة مميزة طبعا هي اللوجو موتوريلا اللي في النص، بالإضافة إن سيت اب الكاميرات هنا سايح على الظهر، ما تحسش خالص إن في فاصل بينه وبين الظهر. مسكة الموبايل في الإيد متمكنة بسبب الحواف البوكسي، والصراحة الموبايل فخم يا جماعة، يعني مسكته في الإيد حلوة، والكاميرات كمان حواليها حلقات من الميتال دي مش هتبان معاك غير في الألوان التانية، على سبيل المثال اللون الأخضر. أنا بعتبر اللون الأسود ده بتاع الناس الكبيرة كده الأولد سكول زي حالاتي، ولكن الناس اللي هي بقى الفرفوشة أو البنات هتروح طبعا للون الأخضر. يعني ده بصراحه افضل لون، وخاصه ان في ملمس جلد كده وبتاع. هتلاقي عندك من فوق دولبي اتموس ومايك اضافي لعزل الضوضاء. هتلاقي عندك في الجناب زراير كليكي قوي، الزراير دي عجباني، زراير تحكم في الصوت طبعا مع بصمه مدمجه في زر الباور صاروخيه، اسرع بصمه ممكن تجربها بسبب الواجهه الخام. هتلاقي من تحت السماعات على اليمين عشان تتمشي الصوت وانت بتلعب او بتتفرج، وحتى لو كتمته عادي فالسماعه اللي فوق شغاله وبالتالي السماعه هتأدي معاك. عندك منفذ شحن من نوع سي والمايك الاساسي. زي ما قلت لك التصميم شيك، ولكن اول حاجتين بقى هبتدي اخدهم مع التصميم والوزن. 205 جرام وزن تقيل، الموبايل مش مريح في المسكات الطويله، ولكن برضو الكورنرات الدائريه شويه شايله معاك الموضوع. الحاجه الثانيه ان هم استغنوا عن منفذ 3.5 ملم، وده احيانا بيفرق مع بعض الناس. مش هقدر امشي من التصميم الا لما اقول لك الموبايل ده متين جدا وبيتحمل بشكل كبير. جايب شهاده حمايه عسكريه وجايب اي بي 68، يعني لو نزلته في ميه وحاولت تصور بيه او تعمل بيه اي حاجه او وقع منك ولا اي حاجه، متانة ليفل الوحش. تعالى لي على الشاشه اللي كلها مميزات، ولكن كان عندي امل في حاجه معينه برضه هقول لك عليها. اول حاجه الشاشه بتيجي من نوع اي بي اس فول اتش دي بلس 120 هرتز معدل تحديث، وبتيجي بحجم كبير 6.8 بوصه. سطوع تحت اشعه الشمس مثالي في الفئه دي، مش عايز اكتر من 1000 نتس كف ووف. طبقه حمايه على الشاشه كورنينج جوريلا جلاس 5 تمام التمام. وكمان هتتفاجئ ان الشاشه بتعرض الاولويز اون ديسبلاي، يعني لو انت مثلا قافل الموبايل فبتلاقي الساعه بمنظرها الجميل ده بتظهر معاك هي والاشعارات والتاريخ وكل حاجه لمده 5 او 10 ثواني، وبعد كده بتقفل. بس لو عملت كده ضغطه بسيطه على الشاشه كل حاجه بتبان تاني. وهنا الميزه دي ما بقتش واو قوي، مش هقدر انبهر بيها لان انا شفتها في موبايلات من انفينكس في 6000 جنيه، الهوت 50 والهوت 50 اي، حتى ريلمي سي 75 هينزل برضو بالخاصيه دي، والموضوع سهل جدا وبسيط. دلوقتي بقت الشاشه الاي بي اس تعرض الاولويز اون ديسبلاي عادي. الشاشه الكبيره دي بتسمح لك ان انت تتفرج على المحتوى بشكل كويس. ال 120 هرتز بيطيروا في التصفح، مديلك سرعه بالاضافه طبعا لسرعه العتاد بتاعه الموبايل، الا ان فعلا الشاشه هنا فرق. انا هنا بصراحه في الشاشه كنت اتمنى ان انا اشوف شاشه اوليد او اموليد على الاقل، بس ما كانش هينفع بصراحه. اكيد الموبايل كان سعره هيبقى اغلى من كده. هو في فئه ال 12000 جنيه بهذه الامكانيات والكماليات انا مرضي بصراحه. الصوت هنا عالي قوي لدرجه ان لو موبايلك رن بتزعج اللي حواليك، فانصحك ان انت ما تعليش الموبايل قوي. يعني انت لو شغال في اماكن دوشه كتير وبتاع ده كده زي الفل بالنسبه لك، لكن لو قاعد في مكان هدوء زي كده والموبايل رن انت هتتخض. انا كده كده هسمعك الصوت، بس الناس اللي جربت يا ريت تكتب لي في كومنت تجربه معاهم في الصوت عامله ازاي، لان انا معجب بالصوت قوي، وفي نفس الوقت مش قادر احدد هو ده عيب ولا ميزه. يعني الازعاج الاوفر ده، يعني انا بصراحه في الاماكن الهاديه بتضايق، لكن في الاماكن الدوشه والزحمه ببقى مبسوط ان الموبايل برن وانا سامعه. فخلينا اسمعك كده برضو دلوقتي. خلينا نروح على المعالج اللي يعتبر طفره في هذه الفئه، سناب دراجون 6 جين 3 4 نانومتر دعم خدمات ال 5 جي. في فئه ال 12000 جنيه خلاص هو كده جاب ليفل الوقف للعبه. موتو جي 75 جايب 8 جيجا رام مع 256 جيجا ذاكره تخزين. الرامات هنا تقدر ترفعها ل 16 جيجا من خاصيه الرام بوست، والرامات جايه من نوع دي دي ار 4 اكس من سامسونج، وذاكره التخزين جايه يو اف اس 2.2 برضه من سامسونج. ودي حاجات مميزه بتحترم. درج الشرايح بيشيل شريحتين يا شريحه، وكارت بتوصل ل 1 تيرا. طبعا الموبايل نازل باندرويد 14 مع واجهه موتو اللي تعتبر اندرويد خام، وده بيديك سلاسه معونه واستقرار رهيبه جدا. مع ال 120 هرتز انت واخد تجربه سلاسه فوق الوصف في المهام الخفيفه والتصفح، وكل ده ماشي معاك ايه سكينه في الحلاوه. في شويه مميزات حبيتها في السوفت وير جدا، والسوفت وير مليان مميزات، فلو حابين انا اقدر اعمل لكم فيديو عن اكتر 10 مميزات عجبتني في سوفت وير موتو. فبص كده مثلا انا هزيت الموبايل فلاش فتح، واخد بالك انت؟ والله الميزه دي بفلوس. انا مثلا عشان اطلع مثلا موبايل من جيبي وانا ايدي مش نظيفه وافتح الفلاش وبتاع وانا شايل فلاج شيب، فدي كده حركه بسيطه قوي بس عجباني بصراحه.
فزي ما قلت لك السوفت وير مليان مميزات، فاشترك في القناه وفعل زر الجرس وسيب لي كومنت ان انت عايز تشوف افضل 10 مميزات لسوفت وير موتو، وهتلاقي الاسبوع الجاي نازل على طول ان شاء الله. هتلعب ببجي هنا على 60 فريم وهتاخد جيم ابن لذينه في فئه ال 12000 جنيه، هم كده في فئه ال 12000 جنيه بالمعالج بالسوفت وير بالرام بالروم قفلوا اللعبه خلاص. فالموبايل ده هيبقى ستاندرد بالنسبه لي، اي موبايل هينزل فئه ال 12000 جنيه بعد كده هقيس عليه. ناس كتير سالتني، مش انا قلت لك هجاوبك على كل سؤال في الفيديو ده، فكل ثانيه هتلاقيني بجاوب على سؤال هو بيدور اوريدي في دماغك. ناس كتير سالتني الموبايل ده هيجي له تحديثات قد ايه، لان سامسونج دلوقتي رفع الطموح بصراحه، بتبعت تحديثات للموبايلات في فئه ال 7 8000 جنيه 6 سنين. موتوريلا بتقول لك والله انت هتاخد تحديثات نظام لمده 5 سنين وده طبيعي في الاندرويد الخام، و6 سنين تحديثات امنيه، ودي حاجه مميزه ولازم بقيه الشركات خلاص ما تنزلش اقل من تحديثات 5 سنين نظام و6 سنين تحديثات امنيه، لان دلوقتي الوضع الحالي لا يسمح ان احنا نغير موبايلات كل شويه بصدور اندرويد جديد او بصدور اي حاجه جديده. تعالوا نروح على الشبكات اللي انتوا طلبتوا مني ان انا اجربها. انا قاعد اهو في الاستوديو للاسف الشديد، واقوى شبكه انا حاطط الشريحه الاقوى هنا في الاستوديو وهي شريحه وي. انا هاخد لك سكرين شوت دلوقتي وحالا، شبكه للاسف مش واصله للاخر ولكن ما بتقطعش ما بتفصلش، وده اللي يهمني. انا مش مهم انت مالي الابراج ولا مش ماليها، لان بيبقى في ابراج وهميه للاسف، يعني بيبقى في شبكات وهميه في الموبايل وتيجي تعمل مكالمه الشبكه بتفصل منك. هنا بصراحه الشبكه زي الفل. ولو جيت بقى اصنف الموبايل ده في شبكاته ما بين الشركات، فانا هقول لك ان في المقدمه مجموعه BBK وهواوي واونر طبعا في المقدمه، ده يجي في المنطقه الوسط مع شاومي، سامسونج تحت خالص، لان سامسونج برضو محتاجه تشتغل شويه على شبكاتها، وانا قلت ده في فيديو الاي 16. والكلام ده انا بقوله وانا مستخدم سامسونج اصيل وبقول لك عن تجربه اصليه. الشبكات دي لو اتطورت انا هكون اسعد انسان في الدنيا على فكره، وده اوريدي لان انا بستخدم فلاج شيب سامسونج كموبايل رئيسي. الموبايل هنا ما بيدعمش الاي سيم، ده عادي مش سمه الفئه دي خالص، ولكن هو ما يدعمش الواي فاي كولينج، دي اللي غريبه بالنسبه لي. الموبايل كمان بيدعم NFC لنقل الداتا بس، لكن ما بيدعمش الدفع اللاترالي، ودي حاجه انا استغربتها جدا. انا مش عارف بقى هل الشركه هيجي لها تحديث مثلا تنزل تحديث يدعم الدفع اللاترالي ولا هي الشريحه اللي محطوطه اوريدي ما بتدعمش ده؟ انا الحقيقه لسه المعلومه مش واضحه عندي، واول ما اعرف هقولها لكم على طول. بس عشان ندي كل حاجه حقها احقاقا للحق، انا اتفاجئت ان الموبايل بيدعم واي فاي 6E. انا عندي راوتر بيدعم الواي فاي 6 فلقيته قاري الواي فاي 6، فدي حاجه مميزه جدا برضه تحسب للموبايل. مستشعر المكالمات حقيقي هاردوير ما بيغلطش، الحقيقه تجربه مميزه جدا. بس في حاجه الناس برضه بتسال عليها وهي تسجيل المكالمات. موتو G75 بيدعم تسجيل المكالمات ولكن باعلام الطرف الاخر. يجري الآن تسجيل هذه المكالمات. هنروح على البطاريه اللي بتيجي 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقدره 33 واط، وزي ما قلت لك الشحن السريع مرفق في العلبه، وانا عملت فيديو انبوكسنج زي ما قلت لك على المنصات دي. ولكن الجميل بقى في الموبايل واللي علق على المنافسين كلهم وحط عليهم في الحته دي، وهو دعمه للشحن اللاسلكي بقدره 15 واط. سرعه قليله، ولكن انا لو حطيت الموبايل كده جنبي على المكتب على شاحن وايرلس زي ما انتم شايفين، الموضوع خلاص انتهى، الموبايل شحن وانا قاعد ما حسيتش بسلك دي ميزه مهمه بصراحه. والميزه دي اللي خلتني انا اقول لك ان انا احط يعني انا فئه 12000 جنيه ما كانتش تطلع من بقي ان انا اقول الموبايل ما بيدعمش شحن اللاسلكي، لكن بعد الموتو G75 لا، انا طبعا هقول الموبايل ما بيدعمش الشحن اللاسلكي. فخد بالك ان كل ما حد بينزل في الفئه بمواصفات اعلى من الفئه السعريه خلاص بقت ستاندرد عندك للريفيو ان انت بعد كده ما تتقبلهاش في الفئه السعريه. طب ما هي بتنزل هي عادي، وما انت مش منزلها ليه؟ فيا ريت بقى كل الشركات تهتم بالفئه الاقتصاديه والفئه الاقتصاديه العليا واول الفئه المتوسطه اللي هو لحد 15000 جنيه، وتبدا تحسس الناس بالفرحه، لان الناس في الفئه دي بصراحه بتتعب وبتعاني وفي الاخر بتشتري موبايلات يعني الحقيقه تجربه مستخدم اللي هو له نت بتاعه والكلام ده كله. لو رحنا على تجربه الكاميرات فموتو G75 بيكمل العظمه وبيكمل حتى على المنافسين في هذه الفئه السعريه. انت عندك هنا كاميرا 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه f1.8، تدعم التثبيت البصري الحقيقي OIS، زاويه واسعه 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه ده مستشعر اضاءه، وده السر في ان الصور بتطلع زي ما حضرتك بتشوفها كده، اضاءه موزونه، السكين تون رهيب، مفيش لسعان، دايناميك رينج هايل، اماكن الشادو باينه، اماكن الهايلايت مظبوطه مش مفرقعه، كل حاجه مثاليه في فئه ال 12000 جنيه. يا جماعه بالنهار بصراحه انبسطت من التجربه جدا، وبالليل انبسطت اكتر لان ما توقعتش من هذه الكاميرا في هذه الفئه السعريه انها تديني نتيجه واو، لا هي مش واو بصراحه، هي توب. وعندك كمان مميزات الذكاء الاصطناعي AI إريزر هنا، تقدر ان انت تمسح اي حاجه انت مش عايزها في الصوره ولكن لسه محتاجه تحديثات، لان دي بتاعت الاندرويد الخام اللي واجهه ما حطتش التاتش بتاعها، فبالتالي اماكن الحاجات اللي بتشيلها ما بتبقاش بروفيشنال قوي زي الموبايلات الثانيه اللي بجربها مثلا من اوبو وريلمي واونر على سبيل المثال. فمحتاجين شويه تحديثات تظبط AI إريزر هنا، لان انا مبسوط برضو ان تجربه ال 12000 جنيه في موتوريلا واندرويد خام وانا واخد هذه المميزات المحترمه جدا. كاميرا لما بتيجي 16 ميجا بكسل بتديك صور الصبح رهيبه، حرفيا انا باخد الموبايل ده اتصور بيه، شايف الصور عامله ازاي؟ الصور دي ما تحطش فيها اي اديت من اي نوع من الموبايل لحضرتك. اما بالليل فكانت المفاجاه، صوره منوره محتفظه بالتفاصيل، السكين تون رهيب جدا بالليل،
الصوره ما بتتعبش عشان تعالج نويز وتفقد تفاعل، مفيش الكلام ده، موضوع ماشي مثالي 2 مليون في المية. وبالمناسبه هنا مفيش جاليري خاص بيهم او معرض للصور، هو جوجل فوتو. جوجل فوتو ده انت لما بتدخل الجيميل بتاعك بيجيب لك صورك من ايام كيجي لحد ما بتصور في وقتنا هذا، ودي حاجه بصراحه انا ما بحبهاش لان انا اوريدي موبايلي الشخصي عليه كل حاجه، فانا عايز هنا تجربه الكاميرات دي بس، فبدخل اتوب. فكنت اتمنى من موتوريلا انها تحط لنا حتى لو جاليري كده بسيط قوي يستعرض معانا الصور وكل حاجه. الموبايل هنا في تصوير الفيديو برضه بيحط على المنافسين حطه صعبه قوي، بيصور فيديو بالكاميرا الاماميه والخلفيه بكواليتي 4K. الخلفيه بتوصل لحد 60 فريم، الاماميه 30 فريم بس انت عندك هنا حاجه رهيبه برضه كمان، ان في AI اوديو، ان انت لو بعيد بيقرب صوتك عن طريق الزوم. يعني في هنا المايكات هنا فيها زوم. موتو جي 75 في فئه ال 12000 جنيه او فئه ال 240 دولار هو ده الصفقه المثاليه زي ما قلت لك في اول فيديو. مش هقدر ارشح لك اي موبايل في فئه ال 12000، حرام عليا. ما انا بقول لك انا مشتري الموبايل على حسابي، يعني هقول لك ايه تاني اكتر من ان انا تحمست ان انا اعمل فيديو الموبايل ده، عايز امسك فيه عيب اقول لك بصوا هم عاملين ده كله، ولكن خد بالك من العيوب دي مفيش. فمميزاته الكتير دي تخليني احط لك الموبايل ده هو الستاندرد في فئه ال 12، خلصت خلاص. موتو جي 75 مليان مميزات، لو حابب بقى تشوف مميزات سوفت وير وتقوم كده شويه في البحر بتاع المميزات المخفيه بتاعته، اكتب لي ده في كومنت. لايك كلمتين واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، حاجات مهمه جدا عشان الاستمراريه والدعم وبيفرحوني جدا. خد بالك انت تعرفش لايكك ده بيعمل فيا ايه. ثبت في حفظ لو رعيته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.